حي حي، دور الاهلي جاي. حي حي، دور الاهلي جاي. ودي كانت هتافات جماهير نادي الزمالك بعد فوزها الكبير على نادي المقاولين في كاس مصر 6-1. فوز يؤهل نادي الزمالك الى نصف نهائي كاس مصر يلاقي بيراميدز. والهتاف كان بسبب ان الاهلي هيلاعب الزمالك في الخميس الجاي في الدوري. وبالمناسبة وبالمصادفة اللي بنسبة 90% الأهلي هيحسم الدوري في مباراته مع نادي الزمالك بنسبة كبيرة جدا. لو انتصر فيها خلص الدوري رسميا. هو كده كده خلصان، ولكن رسميا هيخلص بنسبة 90% من يوم مباراة الأهلي والزمالك. الزمالك عمل مباراة كبيرة ومباراة حلوة جدا على النادي المقاولين اللي كان خارج نطاق الخدمة. الزمالك جاب هدف في أول ربع ساعة عن طريق ضربة جزاء لأحمد سيد زيزو، ثم هدف في آخر 5 دقايق برضو لأحمد سيد زيزو بتصويبة حلوة، ولكن كانت في زاوية قريبة لمحمود أبو السعود اللي كانت مباراة من أسوأ مبارياته على الإطلاق. ثم بعدها بدقيقتين بالظبط هدف ثالث للجزيري اللي بيجيب هدفين تاني في الشوط التاني، وشيكابالا بيجيب هدف جميل علشان ينتهي المباراة 6-1 بعد هدف فادي فريد لاعب المقاولين في آخر ربع ساعة. نتيجة كبيرة لنادي الزمالك. ولكن هل مستوى المقاولين هو الحكم انك ممكن تكسب بيراميدز في الكاس او تعطل او تكسب الاهلي في الدوري؟ ده السؤال اللي احنا هنشوفه. الزمالك قدامه مباراة قوية جدا على المركز الثالث ضد فيوتشر في الدوري يوم السبت القادم. هنشوف ايه اللي هيحصل. فيوتشر مش في احسن ايامه، ولكن الزمالك في تصاعد لحد ما وفي تحسن في المستوى لحد ما مستمر. بعض اللعيبة فائت شوية، بعض اللعيبة جابت فورمة شوية، وهو ده اللي احنا عايزين نشوفه. عايزين نشوف الفرق تستعد، والفرق الزمالك بره المنافسة الدوري، لكن عايزين نشوف السنة الجاية وهو بينافس الأهلي على الدوري. في المقابل الناحية التانية الأهلي يقتل الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيء لبيرسي تاو. الأهلي يدمر الإسماعيلي. الأهلي قد يكون ساهم بشكل كبير لهبوط الإسماعيلي هذا الموسم، ولكن بنسبة كبيرة أنا متوقع الإسماعيلي هيفضل في الدوري وهيقدر يكسب الداخلية، لأنه ماتش مصيري. لأن الداخلية والإسماعيلي الماتش ده هو اللي بإيده، كل فريق بإيده إنه يهرب من الهبوط. الإسماعيلي وغزل المحلة والداخلية وسيراميكا وطلائع الجيش سداسية بينافسوا على مقعدين مع حرس الحدود، مين فيهم اللي هيبقى يهبط معاهم. ولكن مباراة النهاردة والحقيقة يعني أنا مش عارف، يعني أنت هتقسم المباراة لشوطين. شوط أول كاسح للنادي الأهلي، ضيع فرصة واتنين، ما عملش خطورة كتيرة، ولكن استحواذ على الكورة كبير جدا جدا جدا. الإسماعيلي مش موجود بالمرة في الشوط الأول. لشوط تاني الأهلي بيحرز هدف في أول 10 دقايق عشان نشوف تحول غريب وعجيب لنادي الإسماعيلي. وفجأة الإسماعيلي افتكر الكورة، وفجأة الإسماعيلي بيلعب بدون خوف، وفجأة الإسماعيلي بيهدد مرمى النادي الأهلي وبيحرز هدف، وبتلاقي بتاع إن في لمسة يد وبيضغط وبيعمل فرصة واتنين. طب كان فين المستوى دي كلها؟ يعني احنا كنا بنتكلم دايما وبنتريق على ان اغلب انديه مصر تلعب اي كلام وتيجي قدام الاهلي والزمالك ويقلبوا منتخب عالم. هل وصل الحال الاسماعيلي انه يبقى خمول طول السنه ويجي قدام الاهلي او الزمالك يلعب الماتشين دي؟ هل وصل الحال الاسماعيلي لهذا الموضوع؟ مش عارف. ولكن خبرات النادي الاهلي استحوذت على اللقاء. الاسماعيلي بادر بخطوره كبيره اخر نص ساعه، ولكن الاهلي ضيع من قدامه فرصه التقدم بهدف تاني وتالت بايدين طبعا محمد شريف. كالعاده محمد شريف يمارس هوايته في تضييع الانفرادات، والحقيقه مش عارف ايه فكره تضييع الانفرادات لمحمد شريف. بيضيع انفرادات بطريقه غريبه جدا وبطريقه عجيبه جدا. كريستو اخيرا بياخد اكتر من 10 دقايق
وبيلعب نص ساعة، وأبرز فيها إن الراجل ده عنده الكتير والكتير، ومن وجهة نظري إن كولر بيستخدمه استخدام صح، واحدة واحدة بيديله دقايق في الملعب، واحدة واحدة بيحاول يدخله في مود اللعب، لأن كريستو لاعب سريع جدا ومهاري جدا، ولكن كعادة أغلب المهاريين في بعض الأنانية، وأعتقد إن كولر بيحاول يظبط دي عنده. أحمد عبد القادر لعب مباراة متوسطة، يعني شوية تلاقيه حلو شوية تلاقيه وحش جدا. بيرسي تاو كالعادة خلاص مبقاش فيه كلام نتكلم عن بيرسي تاو. ولكن اللي هنتكلم عليه النهارده هو مروان عطية، واعتقد ان العالم كله اتكلم عن مروان عطية في مصر وعن اللي بيعمله مع النادي الاهلي. ولكن مروان عطية النهارده بيثبت لكل الناس مهما كان جنبك حلو او وحش، انا هفضل حلو. مهما اللي كان جنبك في مستواه او مش في مستواه، انا هفضل في مستوايا. اللي بيعجبني في مروان عطية انه مستواه ثابت. اللي بيعجبني في مروان عطية ان امتى بيعرف يبقى ناشف اوي في تدخلاته، وامتى يحجز، وامتى يتزحلق، وامتى مش عارف يعمل ايه. عارف ودارس كل حاجة. ولكن لقطة اليوم هو محمد هاني اللي كان لحد 4-5 شهور فاتوا هو الناشئ، ما زال الناشئ محمد هاني. وسبحان مغير الأحوال في 6 شهور فجأة تحول لوحش كاسر في الجبهة اليمنى. دفاعيا بقى كويس جدا، هجوميا لسه ناقصله شوية تطور في العرضيات، ولكن شخصيته اتقلبت جدا. محمد هاني النهارده عمل لقطتين، انت كمشجع غير اهلاوي هتلاقيهم مستفزين جدا. لما راح يتكلم مع بهر محمد وقال له ما تكتبش في الجماهير او ما تتكلمش على الجماهير، ويتخانقوا مع بعض. واللقطه التانيه بياخد الكوره من نص الملعب لوحده تماما بينطط الكوره. انا احب اللقطات اللي زي دي، واحب الحاجات اللي طالما بادب وباحترام وما قالتش ادبي، انا احبها جدا. محمد هاني هو مثال للاعب اللي ظلم نفسه سنين كتير، ظلم نفسه انه يقدر كان يعمل حاجات، لكن كان كسول. محمد هاني كان من اللعيبه اللي احنا بنشوفها ان هو فرحان ان هو في النادي الاهلي خلاص، ولكن سبحان مغير الاحوال اخر 5-6 شهور يتحول محمد هاني لباك يمين قوي جدا ومستحيل تستغنى عنه. محمد عبد المنعم كعادة الماتشات اللي في النص دي اللي هو الاهلي بقى فيها خلاص كسبان، لازم يستعرض مهاراته الفائقة اللي كانت تلبسه النهاردة في جون و2، وكانت تلبسه في ضربة جزاء. فمحمد عبد المنعم اتعلم، محمد عبد المنعم متعلم ما تكررش الحاجات دي تاني، علشان انت لاعب احنا شايفينك احسن مدافع في مصر. الاهلي والزمالك هيلعبوا بعض الخميس الجاي في مباراة هتبقى قوية جدا، واتمنى ان الجماهير فيها تكون حضور كويس، اقل حاجة 10,000 ان شاء الله حتى 5 و5. ولكن نتمنى مباراة حلوة، نتمنى مباراة تليق بفريقين كبيرين، نتمنى نشوف كورة ممتعة. مبروك للنادي الاهلي على انتصار الاسماعيلي وتقربه بصدد الدوري، مبروك للزمالك على تأهله لنهائي نصف نهائي كاس مصر وملاقاته بيراميدز للمرة الثانية على التوالي، وهارد لك للنادي الاسماعيلي اللي مازال في القاع، وهارد لك كبيرة اوي المقاولين، ان مش هو ده المقاولين بتاع اول 20 ماتش في الدوري. المقاولين اللي كان قوي جدا، اللي كان بينافس على المركز الرابع، فجأة مرة واحدة وقع، وفجأة النتيجة بقت وحشة جدا. وهزمت امبارح، فكك من 6-1 والكلام ده. لعبت المقاولين امبارح لعبت ربع ساعة تلت ساعة بس في الشوط الأول، بعد كده ما عملش حاجة تاني. لعبت المقاولين كلها كانت مفككة، ما تفهمش في ايه. هارد لك نادي المقاولين، وما تنساش في الآخر سعادتك اللايك والشير والسبسكرايب، وأتمنى ما تكسلش في تيجي هنا وتعمل نفسك مش سامع. وكان معكم أحمد عادل، والسلام عليكم ورحمة الله.